مواجهة. هنا فرحة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر باحتساب ركلة جزاء للسعودية، وهنا أيضا حزن الأمير تميم بن حمد على ضياع ركلة الجزاء التي لم تسجل للسعودية من خلال مجريات شوط المباراة الأول. إن شاء الله يا أبو حمد يعوضونك السعودية بإذن الله تعالى في الجولة القادمة أمام المكسيك، عندما يعلن بإذن الله تعالى من قطر فوز السعودية على المكسيك والتأهل لدور ال16 إن شاء الله تعالى في المباراة القادمة. محمد، هو الجميع حزين طبعا على النتيجة، إنما فخور بنفس الوقت بالأداء. ما تقدرش تلوم أي حد من لاعبي المنتخب السعودي، ما فيش حد بخل، الجميع بذل مجهود كبير. الفريق صنع 6-7 فرص، ضيع ضربة جزاء، هو المسيطر، هو المستحوذ. فأعتقد إن أنا زي ما قلت قبل المباراة طارق، إن المنتخب البولندي ينتظر أخطائك، ينتظر أخطائك. النهارده الأخطاء كانت موجودة على بعض الفترات من المباراة، استغلها طبعا. عندهم لاعبين مميزين، عنده ليفا من أحسن المهاجمين في العالم، انما اعتقد شكل الفريق واداء الفريق اداء كبير جدا جدا جدا. وهي دي سيناريوهات كرة القدم، تضيع فرص، يجي فرصة للمنافس يترجمها، تعاقب تترجمها الاهداف. انما اعتقد ان المباراة في المكسيك تبدا تحضيرها من الان. هيرفي رينار انا شايفه هو خارج من الملعب بيحضر للمباراة الثالثة. افصل بقى اللعيبه عن الاعلام، ما تدخلش حد، وركز وخلي الفريق زي ما هو ماشي. الفريق محتاج مزيد من التركيز، مزيد من المساندة، إبعاد الضغوط. نعم، الفريق قدم مباراة كبيرة قدام الأرجنتين، وبرضه مباراة كبيرة رغم الخسارة قدام بولندا. المكسيك أفضل من بولندا، إنما عندك أدواتك المميزة زي ما لعبت النهاردة، تقلل من أخطائك، تستغل فرصك. النهاردة معانا 2 مهاجمين موجودين، لو واحد اللي جنبي ده موجود النهاردة في الملعب كانت السعودية أحرزت أهداف كابتن ياسر، لأنها فعلا ينقصها المهاجم اللي يقدر يترجم الفرص لاهداف. مش معقوله المنتخب السعودي يخلق 6-7 فرص وما نجيبش جول في الاخر. واستحواذ في شوط المباراه الاول 59%، يعني كنت مسيطر انت. واستحواذ كبير صحيح. انا قلت بين الشوطين تيكي تاكا، كره قصيره، كره تستمتع بيها، مثلثات ومربعات واختراقات من العمق واختراقات من الاطراف. فشكل الفريق شكل فعال وايجابي. اتمنى مزيد من المسانده، ابعاد الاعلام، مزيد من التركيز. الامل ما زال موجود. صحيح، الامل ما زال موجود. احنا عندنا تيكي تاكا سعوديه، سيطره واستحواذ ومثلثات ومربعات. لو الكره عادله سيناريو الشوط ده يخلص 2 للسعوديه، 1 لبولندا، طردين لبولندا، بس الحكم ناسي الكروت الحمراء. انما زي ما بقول لك انا مستمتع. السعوديه بتقدم كره حلوه قوي قوي قوي. لو استمر هذا الاداء مع تركيز في اللمسه الاخيره قدام المرمى، 3 نقاط مهمين. العوده مهمه، الاطراف بتشتغل كويس قوي النهارده، الشمال واليمين. كابتن هذا الكرت الاصفر الاول، الكرت الاصفر الاول. نعم، هذا الاول. شوفوا كمان مع البريك في الحاله الثانيه ايضا. احنا مش هنسيب جمال غندور اليوم. هو حتى قبل الكره اللي طلع فيها حط كوعه. صحيح، حط كوعه في وش البريك. هو بدل ما يعطي كرت احمر اعطى عبد الاله المالكي. شوف هنا هي كرت احمر مباشر. نعم، كرت احمر مباشر، سيبك حتى من الانذار الثاني. صحيح. فالنهارده الحكم، اعتقد ان الحكم والفار ظلم السعوديه في هذا الطرف. المهم ان الحاجه الدفاعيه لازم تتظبط الناحيه الشمال، لان كاش مفتاح لعب اساسي للمنتخب البولندي. فلازم البريك يثبت كويس او حد يميل عليه من وسط الملعب. فاعتقد النهارده اداء كبير. نعم، وشوط مميز للمنتخب السعودي، ينقصه فقط اللمسه الاخيره وتسجيل الاهداف. لن أسأل ياسر القحطاني ولا حتى محمد أبو تريكة عن هذه الحالة. كسعوديين وكعرب وكمسلمين بالتأكيد نحن عاطفتنا مع منتخبنا. سأسأل ديفيد في عن هذه الحالة، ما رأيك؟ أعتقد أن لدي إحساس بأن القدم كانت خارج خط المرمى، وبالتالي كان يجب إعادة ركلة الجزاء في هذه الحالة. هذا ما أشعر به. الصورة ربما تكون صعبة، ولكن لدي إحساس بأن القدم كان خارج خط المرمى. رأيك الشخصي على ما قدم المنتخب السعودي في شوط المباراة الأول؟ سالم الدوسري ده لعيب كبير، أي حد يضيع ضربة جزاء. حصل له هبوط في المستوى، بقى يهرب من الكورة بعد ما ضيع ضربة الجزاء. لا، انت نجم الفريق ولا يهمك. والكابتن ايوه، والكابتن بين الشوطين لازم تعليمات للتهدئه بالنسبه له، لانه بعد ضربه الجزاء طبيعي نفسيا يتاثر وهرب من الكوره. هو مفتاح اساسي.
فراس والشهري هنا ضربه الجزاء. اي حد بيضيع ولا يهمك، اوعى تهرب من الكوره، انت مفتاح اساسي في الفريق. واعتقد ان شاء الله في الشوط الثاني يبقى ليك سبب رئيسي في ان النتيجه تتعدل ويبقى في مكسب للمنتخب السعودي. فراس والشهري لازم يشتغلوا داخل منطقه الجزاء كتير، يستلموا الكوره داخل منطقه الجزاء كتير، لان الاثنين السنتر باكين بتوع المنتخب البولندي بطاء وخاصه على الارض. فوصل الكوره للاثنين واشتغلوا من العمق مع سالم الدوسري. اعتقد ان شكل الفريق هيبقى مميز. سعود ناحيه اليمين بيطلع كويس قوي وبيساند كويس قوي، بس محتاج انه يبص قبل ما يعمل الكروس. والاثنين المهاجمين ما تسلمش نفسك بدري للمدافعين. نعم. اهرب من الرقابه عشان تتلعب لك في المساحه او تاخد في البعيده او تاخد بين الاثنين. ما تسلمش نفسك للمدافعين. فاعتقد ان دي الحاجات ممكن الاساسيه اللي تقدر تغير شكل الفريق من الناحيه الهجوميه. مساء الخير، تحيه لك طارق، لمحللي بي ان سبورتس، لمشاهدي بي ان سبورتس في كل مكان. قدر الله ما شاء فعل كما ذكرت. نتيجه اكيد لم نكن نتمناها، كنا نتمنى الفوز وحزم التاهل بشكل مبكر للمنتخب السعودي، لكن لو عدنا للذاكره قليلا الوراء قبل مباراه الارجنتين كان هناك تخوف، الكل كان يرى بأن مجموعة السعودية مجموعة حديدية فيها صحيح. 3 منتخبات صعبة متمرسة قوية نعم. وعندها تجربة طويلة في كأس العالم. لكن نعود لأرض الواقع اليوم، منتخب السعودية كان منتخب ممتاز، كان مسيطر، كان الأكثر تهديدا للمرمى، وكان أكثر خطورة طوال مجرى المباراة. هذا بحد ذاته يعد نقلة نوعية لكرة القدم العربية والخليجية حتى لو خسرت السعودية هذه المباراة. نعم محمد، وضع المنتخب السعودي في هذه المجموعة لم يقلل مستواه ببدايته وفوزه على منتخب الأرجنتين. اليوم شاهدنا المنتخب السعودي يؤدي مستوى أكثر من رائع، لكن الأخطاء اللي تحدثنا عنها هذه اللي حصلت. عموما المنتخب السعودي ما زال بالفورمة، ما زال بالمنافسة، لا يبتعد عن أنه خرج من البطولة لحتى الآن. كل الفرق تنهزم، كل الفرق تنقلب، لكن تعيد نفسها، فحقق نتيجة جدا إيجابية على منتخب كبير. اليوم الأخطاء اللي وقع فيها المنتخب السعودي وعدم استغلاله هو كذلك الفرص أعتقد وصلت لهذا المستوى، لكن يبقى الأداء الجماعي، السيطرة، الاستحواذ، حتى تكلمنا المتعة بنقل الكرة بملعب المنتخب البولندي أعتقد كان فعلا على مستوى عالي. لكن احنا قلنا المراقبه والاخطاء، المراقبه في بعض الثواني عند هؤلاء اللاعبين يجب ان تكون 100% وما تتركهم. الخطا اللي جاء من الجول الثاني اعتقد كان المنتخب السعودي مسيطر، كان مهاجم، كان مستحوذ على الكره، لكن وقوعه بهذا الخطا تسجيل الهدف الثاني ابعده نوعا ما من الجانب نقول احنا حتى النفسي ياثر عليه. لكن كلاعبين احنا نقول لهم امامكم مباراه قادمه وانتم على قدر كبير من المسؤوليه انكم تصححون هذه الاخطاء. اعتقد لديكم مدرب، انتم اليوم لعبتوا مباراه كبيره